أهلا بيكم معايا في رحلة سؤال بين الروح واللا شيء. هنا أنا هطرح أسئلة فلسفية بجاوب بيها من فلسفتي الخاصة. مش متحيزين لأي فكرة أو كتاب أو دين أو أي حاجة، just for fun. لو أنت بتستمتع بالكونتنت اللي فيها أسئلة وجودية زي الحياة والموت والطاقة وربنا والحاجات الروحية، حاجات خاصة بعالم الروح والمادة وإحنا ليه هنا وبنعمل إيه هنا. هجاوب على أسئلة سألناها وإحنا أطفال بس محدش ادانا الإجابة الحقيقية عليها، فأنا هجاوبك من واقع رحلتي. عشان كده سميت القناة رحلة سؤال بين الروح واللا شيء، لأنه أغلب الإجابات دي جت من رحلتي الشخصية. فلو أنت حابب تسمع حاجة زي كده أهلا بيك، لو أنت مش حابب النوع ده من الكونتنت فبرضو أهلا بيك. رحلتي كانت عميقة مليانة تفاصيل، وحابة اني اشاركها واشارك الاسئلة اللي لقيت لها اجابات. وكمان اتنقلت كتير ما بين الاديان، قريت في اديان كتير، طلعت من الاسلام للمسيحية، وقعدت اقرا كتير عشان اعرف مين هو ربنا واحنا هنا بنعمل ايه، وليه في موت، وليه في حياة، وليه احنا بنعاني، وليه في مانيفستيشن، وكل الاسئلة اللي قعدت ادور عليها كتير بصراحة لحد لما اخيرا لقيت إجابات كتير لأسئلة. وطبعا في أسئلة لسه ما لقيتلهاش إجابات لحد دلوقتي، بس لسه بسأل وبحس إنه طالما في سؤال فأنا موجود. بحس إنه أعمق رحلة ممكن حد يدخلها في حياته هي رحلة بداخل ذاته، رحلة مع مخاوفه، رحلة مع الإيمان اللي جواه، رحلة مع أفكاره، رحلة مع إنك تفهم كل حاجة حواليك معمولة من إيه، وإيه هي القوانين اللي الكون ماشي عليها. لأنه كل القوانين اللي احنا درسناها في الفيزياء يعني مش بس حقيقية في الساينس، دي كمان ليها علاقة بحياتنا احنا دلوقتي. الموضوع أكبر من مجرد حاجات بسيطة، ده الحاجات دي بتأثر على حياتك، على اختياراتك، وعلى حاجات كتير جدا. وبتمنى بجد ان انا اقدر اوصل الرسائل بتاعتي وافكاري للي حابب يسمعها او اللي روحه خدته وجابته لحد هنا، لأنه مش أغلب الناس هتفهم كل ده، لأنه مش كل الناس جايين هنا عشان يجربوا نفس التجربة، ومش كل الناس جايين يتعلموا نفس الحاجات. أعرفكم على نفسي بشكل سريع. أنا آية وافي، مهندسة معمارية و Artistual Guidance، مرشدة روحية. النهاردة أول حلقة في رحلة سؤال بين الروح واللا شيء. هنبتدي نسأل سؤال أولاني بسيط خالص، وهو إحنا ليه بنموت وبنخاف من الموت؟ ده هيكون رحلتنا النهاردة. بتمنى إن الرحلة تكون ممتعة، ما تنسوش تحطوا حزام الأمان وتستعدوا للإقلاع، ويلا بينا. عمرك فكرت إحنا ليه بنموت وليه دايما بندور على الخلود؟ يعني أغلب الفيديوهات، أفلام، في حاجات كتير بتتكلم عن نظريات الموت ونظريات الخلود، وإن إحنا عايزين نكون خالدين، في جوانا كده رغبة إن إحنا نكون خالدين. واغلب الاديان دايما بتتكلم كمان عن انه بعد الموت في خلود، اللي هو في الجنة او النار. وليه كل حاجة بتجري على فكرة ان احنا لازم نكون خالدين؟ ليه الخلود وليه الموت برضو؟ يعني ليه احنا بنخاف نموت اغلب الوقت؟ يعني ليه اصلا يكون في موت؟ وليه في اطفال ممكن تموت؟ يعني ليه ربنا ممكن يخلق حاجة تعيش 5 سنين بعدين تموت، يعني حتى ما لحقتش تتبسط بالحياة زي ما بيقولوا؟ ليه في كائنات حية يعني بتموت بعد ما تتولد بدقايق، زي السمك مثلا بعد ما بيفقس أول كام دقيقة ليه في الحياة بتيجي سمكة تانية تاكله؟ فالأسئلة دي كلها أسئلة بتعيش جوانا فترة طويلة وبتبقى دايما عايزانا نرد عليها. فأنا هحكي لكم النهاردة حكاية لطيفة. من خلال الحكاية دي أنا عايزاكم تبتدوا تبصوا على الموضوع من وجهة نظر مختلفة أو من زاوية مختلفة. تخيل معايا كده شخص بيتولد في عيلة سعيدة، بيئة جميلة، كل حاجة بيرفكت، مفيش ولا غلطة في حياته، أهله أهل مثاليين لأبعد الحدود، حياته مثالية لأبعد الحدود، مفيش حاجة وحشة. حرفيا تعالى نقول الأب والأم دول ملايكة من السماء، ما بيغلطوش، ما عندهمش أي مشاكل. الطفل ده كبر، دخل المدرسة، أحسن مدرسة في الدنيا، عايش في مدينة يوتوبيا، كل الناس اللي حواليه كويسين قوي زيادة عن اللزوم، لدرجة إنه مفيش غلطة، مفيش أي حد بيعمل حاجة وحشة، مفيش حد بيتنمر، مفيش أي حاجة وحشة بتحصل. الطفل ده بيكبر، بيدخل برضو أحسن جامعة، بيعيش أحسن حياة، وبيفضل يحقق
حلمه هو إن هو يكون موسيقار على سبيل المثال ويتعلم موسيقى، بيقابل فتاة أحلامه، بيتجوزها، بيخلف منها، بيعيش مع أطفاله، حياة قمة في السعادة، شغال شغلانة كويسة جدًا، بيقبض كويس، حياته زي الفل، بيعمل كل اللي هو نفسه فيه، مفيش أي حاجة محروم منها، وبعدين بيعجّز مع مراته اللي بتحبه، بتفضل تحبه طول الوقت، وبعد كده بيموت. هل حاسس إن الstory حلوة؟ أوكي تمام. طيب الstory جميلة جدًا خلاص، كلّها سعادة، كلّها هنا، كلّها جنة، ما فيش فيها أي حاجة وِحشة. تعالَ نتخيّل تاني إن أنا هاحكي لك حكاية واحدة تانية حصل معاها نفس الحكاية، كانت عايزة تتعلّم تبقى دكتورة، بقت دكتور، أحسن دكتور في الدنيا، شغّالة في أحسن مستشفى، حياتها مثالية لأبعد الحدود، ما فيش أي غلطة، ما فيش أي مشكلة، ما فيش أي حاجة. لو أنا قعدت 5، 6 ساعات أحكي لك عن نفس الstory هتحس بإيه؟ وأقول لك عن قد إيه الموضوع جميل وفي كام واحدة في الدنيا عاشت بالطريقة دي ودي كانت حياتها وكام واحد عاش بالطريقة دي. أنت في الآخر هتقولي أنا زهقت، كل القصص نفس القصة، أنت بتغيري بس الأسامي ولكن هي نفس الستوري. أنا استفدت إيه؟ فين المتعة؟ وبالضبط هو ده اللي أنا عايزة أوصّله لك، إن ما فيش متعة من غير مشاكل، لإنه المشاكل هي اللي بتخلق التجربة، وعشان كده أنت مهم جدًا إنك تجرّب المشاكل دي، مش بس كده، ده أنت قبل ما بتيجي للحياة أنت بتختار بشكل حقيقي المشاكل بتاعتك دي كلّها، لإنه من غير المشاكل عمر ما هيبقى في story. يعني أنت عمرك ما هتتبسط بفيلم ولد واتربى في عيلة غنية جدًا وبقى غني جدًا، طب ما بعدين؟ لكن أنت هتستمتع جدًا بالفيلم لو كان الراجل كان فقير لأبعد الحدود، بينام في الشارع وبعدين بقى multi ملياردير. كل ما التجربة كانت قاسية، كل ما بات في الشارع ما لقاش أكل ياكله، كل ما كان في قسوة في الحياة، كل ما أنت استمتعت بالتجربة أكتر واتعلمت منها أكتر من تجربة كلها جميلة، أو تجربة كلها على نفس الريتم، ما فيش حاجة مختلفة بتحصل فيها. ليه باحكي القصص دي وعايزة أقول إيه برضه من كلامي، وإيه علاقة الموت بكل اللي أنا باحكيه ده؟ هارجع وأقول لك إن كل حاجة متصلة ببعض، بس أنت لسه مش مستوعب إن هم كلّهم متصلين بنفس الحكاية. فواحدة واحدة معايا كده وتعالَ نبتدي من الأول. آية أنتِ بتقولي إيه؟ بتقولي إن إحنا خلقنا الstruggle المصاعب والمشاكل اللي إحنا عايشين فيها دي كلّها بنفسنا؟ يعني أنتِ مجنونة، هل أنتِ متخيلة إن أنا هاختار إني أعذّب نفسي في الحياة دي بالطريقة دي؟ هاقول لك للأسف إنه أنت اخترت إنك تعذّب نفسك بالطريقة دي عشان توصل للمتعة، اللي ممكن توصل لها وممكن ما توصلهاش على حسب الدروس اللي أنت اتعلمتها، ووعيك بإن أنت اللي اخترت كل ده، لإن طول ما أنت مش مستوعب وحاسس إنه في حد تاني بيعاقبك أو في حد تاني هو السبب في كل الأسى والألم اللي أنت حاسس بيه ده، فأنت هنا ما بتتعلمش، أنت ما بتستمتعش أصلًا بالتجربة. يعني خلّيني أقول لك إن أنت لو بتتفرّج على فيلم بجد شخص فيه بيعاني وبعد ما بيعاني بيوصل لمرحلة كويسة، أنت فعلًا بتستمتع، بتحس كده إن أنت satisfied من جوّه. فتخيّل معايا نفس الفكرة إن أنت تكون واصل لنفس الحتّة اللي الراجل دي وصل لها. قد تكون صعبة على ناس كتير إنها تفهمها، وإن يفهموا إن هم اللي اختاروا الحياة دي، ويفهموا إنه بجد المشاكل دي هم اللي اختاروها قبل ما ييجوا للحياة. وده هيرجعني للنقطة الأساسية أو السؤال الأساسي، هو إحنا ليه بنموت؟ لو أنت فضلت في نفس المرحلة بنفس كل حاجة أنت عمرك ما هتتعلم. يعني إيه يا آية الكلام ده؟ يعني أنت لو فضلت تعيش 500 سنة مثلًا على سبيل المثال، بنفس الاسم ونفس البيئة ونفس كل حاجة أنت عايشها، هتحس إن الدروس اللي أنت بتتعلمها قليلة جدًا، الحاجات اللي أنت بتكتشفها قليلة جدًا، لأنه برضه الاكتشافات مبنية على الرغبات والحاجات اللي أنت بتتولد بيها. يعني أنا لو اتولدت مثلًا باميل للموسيقى في الحياة دي، صعب جدًا أميل للكتابة مثلًا، إني أكون كاتب مثلًا، أو للفن إني أرسم مثلًا، هو ممكن بس مش أكيد، لإنه برضه اللي بيشكل الشخصية اللي هي الbase أو البذرة لازم يكون مختلف. فلو قُلت لك إنك هتعيش 500 سنة
ال500 سنة دول هتعيشهم بنفس الكاركتر، بنفس الجينات، بنفس الشكل، الموضوع هيبقى ممل. ولكن لو قلت لك ان انت تقدر تبتدي الرحلة من اول وجديد كل شوية، مرة دكتور، مرة مهندس، مرة كاتب، مرة شحات، مرة هوملس، مرة تاجر، مرة نجار، مرة واحد مش متعلم، هتحس ان الحياة غنية اكتر. زي بالظبط فكرة ان انت تتكلم عن فيلم. يعني انا بحب جدا افلام لانه الافلام بتمثل الحقيقة. فتخيل كده انت لو قاعد طول الوقت بتتفرج على فيلم، والفيلم ده بيتكلم عن دكاترة بس، هيبقى بوري. يعني تخيل ان انا قلت لك ان انت من اول ما هتتولد لغايه لما هتموت في الحياه دي ما ينفعش تتفرج على اي افلام غير افلام الدكاتره بس. افلام فيها دكاتره دي نوع الافلام اللي انت ينفع تتفرج عليه. هتحس بملل وان انت مقيد، والحياه ما بتحبش التقييد، بتحب التغيير. انا فاكر كلامي ممكن يبقى تقيل شويه على ناس كتير، بس هي دي الحقيقه. انت محتاج ان انت تموت وتعيش عشان تجرب اكتر من تجربه. فالموت حاجة حلوة، والموت اختيار، سواء أدركت ده بوعيك أو ما أدركتوش. بس أنت عبارة عن روح ربنا متجسدة على شكل بشري في تجربة 3D نقدر نقول عليها تجربة ثلاثية الأبعاد، محدود فيها بقوانين معينة. عندك ماتريكس، عندك صعوبات كتير قوي. وعشان كده الأرض مكان جميل للتعليم، لأنه الليفل بتاع الهارد بتاعها صعب. لو انت شخص بتاع جيمنج وبتعرف في الجيمنج، هتلاقي انه في ألعاب قبل ما تبتديها يقولك انت بتحب تكون في اي ليفل. يعني عايزه اللعبه تكون ايزي ولا ميدل ولا هارد. فلو انت شخص بيحب المتعه والاستراجل والصعوبات، هتلاقي نفسك بتختار هارد. لو انت شخص لسه مبتدئ في الالعاب والموضوع بالنسبه لك لسه جديد، هتقول لا انا عايز اللعبه تكون ايزي. لو انت عايز حاجه ميدل ان بتوين، هتختارها ان بتوين. كذلك في الحياه احنا بنختار برضو مدى الصعوبات اللي هنواجهها في حياتنا بناء على مستوى اللعبة زي ما بيقولوا. يعني أنا ممكن أقول إن أنا عايزة، أنا روح جاية تتجسد في الحياة دي لأول مرة، فأنا عايزة حياة لطيفة يعني ما فيهاش صعوبات كتير. يعني ممكن تبقى صعوباتها خفيفة، يعني يعني عيلة كويسة، مش عارفة مدرسة كويسة، يوتوبيا في حياة ما، في مرحلة ما، بعدين يعني اتجوز جوازة أحس إن أنا مش مبسوطة فيها، أو تبقى كل الستراجل بتاعتي في الحياة إن أنا شغالة شغلانة ما بحبهاش. يعني تبقى الحياة أبسط. وفي واحد بيقول لأ أنا عايز اللعبة تكون صعبة، فبيختار ليفل الوحش. يختار لأ إنه يكون فقير جدا، ما عندوش فلوس، أهله خلفوا أطفال كتير، منبوذ، حاسس إنه غير مرغوب فيه، غير متعلم، حياته صعبة. يعني مش قادر حتى يلعب في الماتريكس زي بقية الناس. الحياة فعلا بتكون هارد عليه جدا، وده بيبقى اختياره لأنه هو شخص بروفيشنال في اللعب زي ما بيقولوا، واختار إنه المرة دي أنا عايزة ألعب حاجة صعبة جدا وعايزة أكتشف من وراها واستمتع بيها. عارفة الموضوع ممكن يكون جنون بالنسبة لناس كتيرة، بس للأسف هي دي الحقيقة. والأغرب من كده كمان إن الجنة والنار أصلا هي فكرة perspective، يعني وجهة نظر. فكرة ان انت ممكن تلاقي واحد عايش مرتاح جدا في حياته، عنده زوجة كويسة، عنده شغلانة كويسة، اهله سايبين له فلوس كويسة جدا، ومع ذلك تعيس لأبعد الحدود. وتلاقي واحد تاني حاسس ان هو لو في مكانه ومعاه كل الفلوس دي ومعاه كل الحاجات اللي عنده، صحته كويسة، شكله كويس، كل حاجة فيه كويسة، ده انت يا ابني انت عايش في الجنة. فممكن يقعد يبص للتاني لو انت معاك كل حاجة انت ليه تعيس. كذلك الراجل الغني ممكن يبص للراجل الفقير ويقول انت ما عندكش هموم، انت محظوظ في الحياة دي، انت يعني ممكن اي مكان تبات فيه، انت حر، انت ما عندكش قيود. فالفكرة انه كل واحد بفكرته يقدر يشوف الحياة اذا كانت حلوة او وحشة، جنة او نار، بس بالبرسبكتيف مش بالحقيقة. فحقيقة الوجود هي عبارة عن برسبكتيف، هي وجهات نظر. فانت ممكن تشوف ان انت عايش في جنة، ممكن تشوف ان انت عايش في نار، بيعتمد على الحاجات اللي انت شايفها واللي انت عايشها او اللي انت عايز تعيشها بمعنى اصح. عايزة ارجع تاني للسؤال واللي بيقول هو احنا ليه بنموت؟ طيب احنا بنموت عشان التجربة دي لازم تخلص عشان نبتدي تجربة جديدة. انا عارفة ان في ناس كتير مش مؤمنين بالريبيرث،
والحياة اللي ما بعد الموت. بس صدّقني كل الأديان بتتكلّم عن الجنة والنار، فلو كنت بتتابع لأي دين هتلاقي إنه الدين نَفْسه بيتكلّم عن الجنة والنار وإن هُم خالدين، لإنه الخلود هو جزء من الحقيقة الإلهية، لإنه ربنا خالد وربنا هو كل حاجة. فلو ربنا اللي هو كل حاجة بما فيهم أنت وكل حاجة حواليك، ففعلًا أنت كمان خالد زيك زي ربنا. وحتى كل الأديان بتقول إن أنت لمّا تموت هتدخل جنة الخلود أو نار الخلود. هو مش معناها جنة ونار بشكل زي ما إحنا تخيّلنا، لإنه لو تخيّلت إن الجنة فعلًا حاجة جميلة، صدّقني أنت هتزهق. يعني لو الجنة فيها كل حاجة أنت عايزها it will be boring. يعني غمّض عينك كده وتخيّل إن أنت عايش كام سَنة ما فيش أي مشاكل، ما فيش أي حاجة بتحصل، أنت ما بتتعلّمش، ما فيش growth والكون كُلّه بيexpand. الexpand ده معناها إنه بيتوسّع. فأنت لو وقفت عن التوسُّع، لو وقفت عن التعلُّم، لو وقفت عن التجربة، هتلاقي void، هتلاقي ولا حاجة. فمش ده الهدف الأساسي من اختيارك إن أنت تتجسد في الحياة. أنت اتجسدت مش عشان تكون ولا حاجة، أنت اتجسدت عشان تعرف أنت إيه وعايز تكون إيه. بس دي حلقة تانية هاتكلم عنها بعدين. دلوقتي نيجي بقى على السؤال، هو لو الموضوع بسيط كده ولو أنا مت هارجع أعيش تاني، طب ليه الناس بتخاف من الموت؟ الناس بتخاف من الموت لأن هم متخيلين إن ما فيش حاجة تانية وإن هم هيتحاسبوا. فكرة الحساب كمان وتأنيب الضمير، إنك تعيش في ألم، إنك دايمًا بتأنِّب ضميرك إنك أكيد عملت حاجة وحشة، أكيد أنا شخص سيء ربنا بيعاقبني، أنا هادخل النار فأنا خايف من النار. الحاجات دي كلها أساسها أو أغلبها هو الخوف. فالخوف ده جاي من خوفك من ربنا اللي أنت لازم تشتغل عليه عشان تفهم إن أنت وربنا مش حاجتين منفصلين عن بعض. أنت جزء من ربنا بيجرّب الحياة، بيجرّب حاجة محدودة لأنه ربنا غير محدود. وعشان ربنا يكتشف ذاته زي ما بيقول لازم يحِد نَفْسه بحاجات وينزّل الوعي بتاعه لحاجات أقل بكتير، لإنه كل ما قَل الوعي والاتصال بكل حاجة حوالينا، كل ما زادت التجربة جمال أو غنى زي ما بنقول. وبرضه الcreativity، لو خدت بالك الإبداع بييجي من المحدودية. يعني كل ما الشخص كان محدود كل ما أبدع، لإنه تخيل كده لو أنت عندك كل حاجة هتخترع إيه؟ يعني هتبدع وتعمل إيه ما أنت عندك كل حاجة. لكن لمّا بيكون ما عندكش أي حاجة فأنت فعلًا بتحاول تبدع وتحاول تخلق حاجة مش موجودة عشان تحل مشكلة already اتخلقت. بس لو المشاكل مش موجودة مش هيبقى في خلق، مش هيبقى في creativity. فبالتالي مهم جدًا إن إحنا يكون عندنا مشاكل وstruggle، معاناة، ألم، محدودية، عشان نقدر نcreate بيها، عشان نقدر نخترع بيها، عشان نعرف نكتشف بيها. باتمنى إنه يعني الحاجات اللي أنا باحاول أوصّلها توصل للناس، لإنه الtopic واسع ومليان حاجات كتير. بس أنا باحاول أختصره قدر الإمكان، لإنه كل حاجة للأسف متصلة ببعض. فأنت لو في سؤال عندك واحد هتلاقي كل الفروع متصلة بيه. دلوقتي لو أنت شخص بيخاف من الموت تعمل إيه عشان ما تخافش من الموت؟ لو أنا شخص بيخاف من الموت إزاي ممكن أتقبل فكرة الموت؟ فكرة الموت بتتقبلها من حاجتين، أولًا تعرف إن ما فيش حاجة اسمها موت. أنت لو مت هترجع تاني للاتصال العظيم. ولو أنت ما تعرفش يعني إيه اتصال عظيم فأنت محتاج تعمل meditation تتأمل زي ما كل الرسل والأنبياء اللي في الكون عملوا، زي ما البوذا عمل، زي محمد عليه الصلاة والسلام عمل، زي ما عيسى عليه السلام عمل، زي ما كل الأنبياء عملوا. كل الأنبياء كانوا بيتصلوا مع ربنا. كل الأنبياء كانوا بيتصلوا مع ربنا عن طريق المديتيشن. ودي حاجة أنت كمان لازم تجربها في حياتك، ولازم تجرب تنفصل عن العقل اللي هو المحدودية الكاملة. كل ما انفصلت عن العقل كل ما لقيت إجابات أكتر لو أنت شخص تايه في الإجابات. طيب الحاجة التانية اللي أنت محتاج تعملها عشان تبطل تخاف من الموت وهي إن أنت تدرك إن مفيش حاجة اسمها إله يعذب كائن خلقه أو يعذب نفسه بشكل أو بآخر من غير سبب. يعني ربنا مش هيجي يعذبك عشان أنت غلطت. هو اللي بيعذبك هو ذاتك، هو الحاجة اللي جواك اللي هو الضمير اللي جواك. ده أصل العذاب. بس في الحقيقة مفيش إله هيجي من السما يقعد يعذب فيك ولا حاجة.
كل اللي بيحصل إن أنت بتعذّب ذاتك بنَفْسك، وبتفضل في حتّة اللوم دي وإن أنت مش عارف تغفر لنَفْسك أو تسامح نَفْسك على الأخطاء، وكونك أصلًا مش واعي إن الأخطاء دي معمولة عشان تتعلّم منها، وإن أنت لو ما عملتش أخطاء وعِشت حياة زاهدة، فأنت واقف في مكانك، أنت أصلًا ما بتستفيدش من الحياة دي. عشان كده أغلب الناس اللي واقفين في حياتهم عندهم depression، عندهم اكتئاب، لإنه الاكتئاب ده عبارة عن اللي هو deep rest، أنت قاعد مرتاح زيادة عن اللزوم، أنت ما بتغلطش أو خايف تغلط أو خايف تجرّب أو واقف في حتّة كده لو أنا غلطت فأنا ضميري بيأنِّبني فأنا مش هاغلط تاني. فكل ده غلط، أنت بتغلط عشان تتعلّم، لكن لو أنت غلطت وقعدت ورا الغلط ده حبّة حلوين كده قاعد ماسك فيه، قاعد حاسس إن الحياة كلّها واقفة عشان أنت غلطت، فأحب أقول لك إحنا بنغلط عشان نتعلّم. يعني أنت من غير ما غلط عمرك ما هتتعلّم، من غير ما يعني من غير ما تتعب، من غير ما تغلط، من غير ما تخبط في الحيطة، عمرك ما هتعرف إن دي حيطة وما ينفعش أمشي فيها. وأنت طفل أنت وقعت 20,000 مرّة قبل ما تتعلّم المشي، ما فيش ولا مرّة فيهم وأنت صغير لمّا وقعت قعدت تعيّط وقُلت خلاص كده أنا مش هاتعلّم المشي، لأ عادي جدًا يعني. قُمت وحاولت تتعلّم المشي مرّة و2 ووقعت مرّة و2 و3 و4 و5 بعد كده لحد لمّا عرفت تعمل توازن وتمشي على رجليك الاتنين، مع إنّك مولود ما بتعرفش تمشي على الاتنين، أنت مولود بتحبي. بس فتاني حاجة هي إن أنت لازم تتخلّص من تأنيب الضمير، من الألم، من فكرة إنه ربنا هيعذّبك، لإنه ربنا مش هيعذّب حد ولا حاجة. الحاجة الوحيدة اللي بتعذّبك هو ذاتك دلوقتي، هو النار اللي أنت عايش فيها حاليًا، هو تأنيبك لضميرك، هو شعورك إن أنت مش كفاية أو إن أنت وِحِش أو whatever الشعور اللي جواك، هتلاقي هو ده السبب الأساسي اللي منعك إنك تعيش التجربة أو منعك إنك تستمتع بيها أو مخوّفك من الموت. لو في سبب تاني مخوّفك من الموت اكتبه لي تحت في الcomment، ولو عندك أي أسئلة فلسفية حابب تجاوب عليها اكتبها لي تحت وأنا هابُص عليها وأحاول أعمل لكم عليها حلقة جديدة. نسيت صحيح أقول لكم إجابة السؤال بتاع السمكة اللي بتموت بعد 5 دقايق أو الطفل اللي بيموت بعد كام سَنة أو الطفل اللي بيتولد مُعاق أو بيتولد ما يقدرش يتحرّك أو التجارب اللي إحنا أو مريض مثلًا، التجارب اللي إحنا ما بنبقاش فاهمين هو ليه ربنا ممكن يخلق حد يعاني بالطريقة دي وبعد كده يموت. الموضوع تحس إن هو من برّه كده unfair، حاجة غير عادلة. بس أرجع وأقول لك إنه الروح بتحب تجرّب كذا حاجة. في أرواح بتبقى لسه جديدة على الأرض، ما جرّبتش الأرض قبل كده، فبيبقوا محتاجة تجربة قصيرة جدًا، يعني محتاج تجربة مثلًا شهر، شهرين بالكتير أوي وبعد كده خلاص. ف الأطفال مثلًا اللي بيموتوا بدري دول أكبر example أو مثال على الروح اللي لسه عايزة تجرّب الحياة من أول وجديد، ما جرّبتش الألم، ما جرّبتش المعاناة بتاعة الجوع، بتاعة إنها ما تعرفش تتكلّم فتقول أنا محتاجة كذا، ما حدش يقدر يساعدها. فالطفل لمّا بيتولد كده، بيتولد في أغلب فترة إن هو بيتعلّم إنه لازم يتكلّم، لإنه إحنا في مرحلة الروح ما بنحتاجش نتكلم، إحنا بنتكلم بحاجة اسمها الlight language، والlight language دي ما بتحتاجش كلام، ودي اللغة اللي بيتكلم بيها أغلب النباتات اللي في الأرض وأغلب الحيوانات. ما بيحتاجوش يتكلموا، هم بيdevelopوا لغة الكلام ده والصوت عشان كبني آدمين، لكن هم في الحقيقة ما بيحتاجوش يتكلموا بلغة الصوت. فأنت لمّا بتبقى روح وجاي للأرض لأول مرّة، أنت محتاج تتعلم الlight language دي اللي هي اللغة الخفيفة دي مش شغالة هنا، وإن إحنا كبشر مش هنفهمها، فأنت لازم تتعلم تdevelop اللغة اللي إحنا نقدر نفهمك بيها وهي لغة الكلام. ففي أرواح كتير بتيجي للأرض بس لمجرد إن هم عايزين يجربوا كام تجربة وبعد كده يمشوا. ده كان إجابة السؤال ليه في أرواح بتموت بدري. وفي حرفيًا ممكن روح تيجي 5 دقايق، 10 دقايق وبعد كده تقول لك خلاص كفاية أنا كفاية عليّا كده أوي، أنا جربت الموضوع قد إيه صعب وممكن نجرب في حتة تانية. أمّا بالنسبة للمرض إنه ليه ربنا ممكن يخلق طفل مريض، فأنت شايفه مرض بس هو في الحقيقة مش مرض، لإن هو ما يعرفش عكس المرض. يعني إيه؟
يعني أنا ما باحسّش إن أنا مريضة لمّا باتولد مريضة، أنا بالنسبة لي بيبقى كل حاجة عادية لحد لمّا أهلي والناس اللي حواليّا بيقولوا لي إن أنا مريضة وإن أنا مختلفة، وإن أنا مثلًا ما عنديش إيدين، ما عنديش رجلين، وإن أنا لازم أبتدي أتعامل مع الحياة على إني شخص مُعاق أو إن أنا شخص أقل من الآخرين. وده مش بس بيحصل physically، للأسف هو ده بيحصل كمان mentally، بيحصل في شكل المشاعر، إنه أحيانًا كتير أنت بتتولد بتحس إن أنت مختلف عن الآخرين، بتحس إن أنت مُعاق، هو أنت جسمك سليم من برّه، بس أنت من جواك حاسس إن في حاجة غلط. فدي واحدة من التجارب اللي البشر بيحسّوها، بس صدّقني الطفل المُعاق أصلًا ما بيبقاش عارف إن هو مُعاق، أنت اللي بتيجي تقول له إن أنت مُعاق، أنت اللي عندك مشكلة. آمم هو بيبقى محتاج care طبعًا أكتر من الآخرين، ومحتاج حاجات أكتر من الناس التانية، ولكن ده لا يعني إن هو أقل منّك أو إن هو بيتعذّب، لإنه العذاب بيتطلّب إن أنت تكون جرّبت حاجة حلوة وبعدين خلّيتك تاخد حاجة وِحشة، لكن ما أقدرش أعذّبك لو أنا خلقتك على ما أنت عليه. يعني النبتة مثلًا مش عارفة إن هي متعذبة عشان مش قادرة تتحرك، لإن هي اتولدت ما بتتحركش، فبالنسبة لها ما عندهاش concept وفكرة جواها إن أنا لازم أتحرك، على عكس الإنسان مثلًا، إنسان بيتولد بيتحرك على رجلين، فلو خدت منه الحركة شلّيته أو عملت له أي إعاقة فما بقاش قادر يمشي، هيحس ساعتها إن في حاجة ناقصاه، بس في واقع الأمر إحنا أصلًا ما بندركش إن إحنا ناقصنا حاجة أو إن إحنا فينا مشكلة غير لمّا ييجي حد تاني من برّه يقول لنا إحنا عندنا مشكلة. فهي دي الفكرة، إنه الشخص المُعاق مين قال لك إن هو بيتعذّب؟ هو ما بيتعذّبش غير بعد لمّا يكتشف إن هو مختلف عن الآخرين، بيتعذّب لمّا يبتدي يستوعب إنه في حاجة غلط فيه، مش إنه ربنا جايبه عشان يعاقبه، هو ربنا جايبه عشان يجرّب الحياة بشكل مختلف. تعالَ نخلق إنسان ما بيقدرش يتحرك ويخلّيه يجرّب الحياة بشكل مختلف عن الآخرين. وهو اللي اختار على فكرة الحياة دي قبل ما يتولد، هيقول لك مستحيل، يعني أنا خلقت نفسي بالمرض ده، هاقول لك للأسف أنت اللي خلقته وأنت اخترته و واخترت إنه رحلتك تكون عن المرض وإزاي هتعالجه وإزاي هتخف منه. أتمنى إني أكون جاوبت على السؤال اللي أنا طرحته في بداية الفيديو، وهو ليه في كائنات حية ممكن تموت وهي صغيرة، وليه ربنا ممكن يخلق حد مريض أو عنده مشكلة. باتمنى يكون بجد الفيديو كان ممتع ليكم قدر الإمكان، يكون مفيد لناس كتير، يفرق معاكم في حياتكم، وأتمنى إن أنا أكون قدرت أوصّل وجهة نظري، وأوصّل الفكرة اللي جوايا وإجابة السؤال بتاعي زي ما هي بتدور في دماغي. باتمنى لكم كل الحب والسلام الداخلي، وأشوفكم على خير في فيديو جديد. بس فلو حابب تتابعني دوس على زر الاشتراك، وما تنساش تعمل لايك، وما تنساش تعمل لي comment لو عجبك المحتوى، ولو عندك أي سؤال تاني تسأله لي يا ريت تحطه تحت، وأنا هاحاول أجاوب على أغلب الأسئلة اللي أنتم بتسألوها، وأشوفك على خير في فيديو جديد، بابعت لك كل الحب والسلام الداخلي.